مساء الخير، مساء المحبة والجمال على عيونكم يا أحلى ناس. جيت اليوم وياكم فيديو جديد بغدانا لليوم، مشاركة جديدة، وإن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم هذا الفيديو. طبعا اليوم راح أسوي كباب عروق، ومحضرة كل هاي المواد اللي راح أحتاجها للكباب، اللي هي طماطة والبصل وثوم هم راح أخليه، وفلفل حار. وهذا عندي كيلو لحم كنا مفرزيه، طبعا يعني جبناه هيجي شرح وثرمناه وجبناه جاهز. وهاي عندي هاي المثرامة هنا اللي راح أحتاجها، محضرة الطعام أو المثرامة اليدوية. وهذه كمية الطحين همي أنا مخليتها. وهنا ثرمت كل الخضروات، وحضرت الملح ومعجون أيضا راح أخليه خشوقتين بس هيجي حتى اللون مالته يتغير. حبايب لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة. وهاي كرفس همينة ثرمته، أريدكم تفجروا لي هذا الفيديو بحضوركم الراقي وبلايكاتكم الجميلة مثلكم. هنا راح أبدي أضيف كل الخضروات شي على شي. خليت الطماطة على الكرفس، وهسه راح أخلي البصل ثرمته كله ناعم. طبعا يعني ثرم الكباب يختلف عن ثرم الكبة أو الدولمة، لازم شوية ناعم كلش. هنا خليت اللحم وراح أخلي المعجون. وهنا أنا عجنت العجينة وصارت عندي جاهزة وريحتها كلش طيبة، والطعم مالته ما أسولف لكم، كلش طيب طعمه صار. وهسه بعد ما كملت العجينة وجهزتها أكيد راح نقلي وانتو وياي خطوة بخطوة. وهنا بدينا نقلي الكباب. هنا مكملين هاي الكمية. وهيك يا حبايبي كملت الزلطة والليمون طبعا هم خليته، والفلفل الحار، وكمل غدانا. ولهنا انهي فيديو اليوم وياكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة كي يوصلكم كل ما هو جديد من منوعات ام عبد الله بإذن الله. سامنوا وسامكم ألف عافية، في أمان الله.